المخ وانت العضلات. صح. يعني لو نختلف انا وانت ابقى انا ضعيف ايوه. وانت حمار. اهلا بيكم. الواحد خلص المسلسلات بتاعت رمضان من هنا، وهو واللاب اخدوا استراحه من هنا. سواء انا ولا اللاب بجد اتنفخنا في الشهر اللي فات. فانا بقى قضيت العيد نوم واللاب قضاه في الصيانه. فكل سنه وانتم طيبين بقى. وندخل سريعا كده في مراجعه افلام العيد، واللي هم 3 افلام عمي، لان كان صعب بعد الموسم الضخم دراميا ده في رمضان ان اي ممثل ينزل بفيلم في العيد. ما عملهاش الا هشام ماجد بسم الله ما شاء الله عليه يعني. فنمسك الخشب. وافلام موسم عيد الفطر 2024 هي فيلم شقه لمحمد ممدوح وعمرو يوسف، فيلم فاصل من اللحظات اللذيذه لهشام ماجد وهنا الزاهد، وفيلم على الماشي لعلي الربيع، ولا حول ولا قوه الا بالله. وفي الفيديو ده فانا هتكلم عن فيلم شقه لمحمد ممدوح، واستنوا برضو مراجعه فاصل من اللحظات اللذيذه اللي هينزل بكره ان شاء الله، وفيلم على الماشي اللي هينزل بعد بكره باذن الله. لايك وسبسكرايب بقى يا شباب عشان ده فعلا بيساعد اننا نكمل. ويلا بينا على الفيديو. شقه الفيلم ده من بطولة محمد ممدوح وعمرو يوسف، فكروني ببركات ومرزوق في سلام يا صاحبي، وبهجة الأباصيري ومرسي الزناتي في مدرسة المشاغبين، وبيشاركهم البطولة يسرا وأمينة خليل ودينا الشربيني. الفيلم من إخراج كريم السبكي، ولازم أقول لكم إن كريم أخرج قبل كده أفلام زي الديزل وقلب الأسد لمحمد رمضان، فأنتم كده فاهمين ومتوقعين دماغ المخرج رايحة لفين. تمام؟ الفيلم من تأليف وسام صبري، وده مؤلف فيلم عمهم ومسلسل رشيد اللي اتعرض السنه اللي فاتت في رمضان. يعني ببساطه كده اقدر اقول ان التشكيله حلوه، لكن من وجهه نظري في الاخراج هو اضعف نقطه في الخلطه دي. فهل ده بقى اضر الفيلم ولا لا؟ فهنشوفه ونعرف في المراجعه دي. فصحصح معانا كده، وخلينا نخش على طول في الموضوع واتكلم عن قصه الفيلم. الفيلم بيتكلم عن 2 بلطجيه بس اصحاب، وفي ظهر بعض دايما، بيقوموا بعمليات سرقه لصالح ناس كبيره وخطيره، وفي مره بيغلطوا مع الناس دي غلطه كانت كفيله انها تقلب الدنيا على دماغتهم. وبتبدا بالفعل احداث الفيلم بقى تاخدك لرحله الاتنين دول، سواء في مواجهه التحدي الاكبر بالنسبه لهم وهو الناس الكبيره اللي هتقلب عليهم الدنيا، او في مواجهتهم لبعض لما يحصل اختلاف في وجهات النظر ما بينهم. باقي الاحداث بقى فتشوفوها في السينما لو حبيتوا تروحوا تتفرجوا عليه، عشان دي مراجعه مش هحرق فيها الفيلم. وخلينا نروح بقى لايجابيات وسلبيات فيلم شقه، ونبدا بالايجابيات. ولازم رقم 1 كده وانت مغمض عينيك انك تقول ان اداء محمد ممدوح وتقمصه لدوره في الفيلم ده هو ايجابيه رقم 1. محمد ممدوح استاذ كبير في التقمص، وهو بيتقمص الشخصيه دي لدرجه انك بتفصل تماما شخصيته دي عن شخصيته في اي عمل تاني، حتى عن شخصيته في فيلم تراب الماس واللي كان ليها نفس السمات. لكن انت هتشوف هنا بلطجي بشكل مختلف عن البلطجي بتاع تراب الماس. ولما تفكر شويه في ادوار محمد ممدوح وتشوف حجم التنوع اللي بيعمله، هتستغرب ازاي صالح بتاع بنك الحظ هو حجازي في شقه، هو شريف في وش في وش، هو السرفيس في تراب الماس، او حماده بتاع بيبي وبشير، او امين في جراند اوتيل. محمد ممدوح فنان كبير قوي، والاختيارات البعيده خالص عن بعضها دي تثبت انه ممثل عارف كويس انه موهوب بجد وعنده كتير يقدمه، وهيقدر يقدم كل شخصيه من دول بشكل انت فيه مصدقه جدا، ومش حاسس للحظه انه خرج من تقمصه لاي دور من ادواره. وكذلك في الفيلم ده محمد ممدوح هو صاحب افضل اداء في الفيلم ككل. كمان تصميم اغلب مشاهد الاكشن حلو جدا، وكان فيه جهد واضح من المخرج كريم السبكي، خصوصا في مشهد البدايه ومشهد تاني لما احداث الفيلم بتولع. مش هحرق لكم حصل فيها ايه، بس عجبني الاكشن اللي كان فيهم، واللي بقى ملحوظ تطورنا كتير فيه بصراحه. الفيلم من اوله لاخره ضرب ومطاردات وتنوع كبير في مشاهد الاكشن اللي اتعملت فيه، وده لازم يشكر عليه اندرو ماكنزي اللي صمم مشاهد الاكشن في الفيلم ده. عاوز اقول برضو ان امينه خليل ادت دورها كويس، لكن انا ما تقبلتهاش في الدور ده، ما كانتش نازله لي من زور. ليها مشهد درامي واحد في الفيلم وعملته بجد حلو، لكن غير كده فرقص وصوت عالي وشتيمه مش عارف ابلعها منها خالص، فمش هقدر احطها في ايجابيات العمل، لان الدور نفسه كتابته ما كانتش حلوه وملوش تاثير بجنيه على الاحداث، فلو شلته عادي ولا هتفرق. دينا الشربيني كوبي بيست دور امينه خليل اختها، كتابه شخصيه ملهاش طعم. يمكن دور دينا الشربيني كان افضل شويه من دور امينه في تاثيره على الفيلم واحداثه، لكن يعني ايه هنعمل نفس المشهد الدرامي الوحيد واللي فعلا هتأديه حلو هي كمان
بس هو نفس المشهد. ده فقر كتابه يا فندم، فقر كتابه واصل لدرجه ان المشهدين سواء بتاع دينا او امينه هم حتى هم بيوطوا على ايد الشخصيه اللي قدامهم ويبوسوها. ايه ده يا ريس؟ لا بجد، انت كده معتقد ان انت كتبت الشخصيه حلو، ولا علشان المشهد مؤثر بقى وهيعملوا فنانتين شاطرين زي امينه ودينا فاكيد هيجيب شحتفه في السينما؟ ده انت بتضحك على مين يا عم وسام انت وعم كريم؟ الادوار النسائيه كلها مكتوبه وحش رغم اجتهاد الممثلين في ادائهم ليها. كمان دور يسرا في الفيلم الدكتوره اللي هيتحكي عنها حكايات من حجم سطوتها وعنفها ونفوذها، وفي الاخر 2 بلطجيه يدخلوا ينفخوا كل رجالتها ويعملوا اللي هيعملوه في الفيلم. كتابة الشخصيات النسائية كانت سلبية واضحة في الفيلم ده، وسيناريو الفيلم عموما متوسط، والنص الأول للفيلم كان أفضل بكتير من النص التاني، لأن في النص التاني الموضوع بقى أقل بكتير، رغم إن المفروض إن في النص ده الأحداث بتتفجر بقى، لكن تحس إن الفيلم خد دش ساعة في النص التاني للفيلم، فما عجبنيش زي نصه الأول، ولا حتى نهايته اللي ما قفلتش خطوط كتير. الموسيقى في الفيلم ده سيئة وعالية ومزعجة، كانت كفيلة إن اتضايق مجرد ما تشتغل، واتضايق أكتر لما صوتها يبقى عالي بالشكل اللي سمعته ده. القصة والحبكة مش مكررة، دي مهروسة، وحاطين ممثلين كتير كضيوف شرف علشان نتقل الفيلم، بس هننسى نقفل خطوط درامية المفروض انها مرتبطة بالشخصيات دي، في حين ان في شخصيات تانية المفروض ان هي مهمة زي دور أمينة خليل كده هتتكتب بالسطحية دي، وهننهي الفيلم بسلق الشخصية يا عيني. انا مش عاوز احرق، بس الحاجات دي بتستفزني ان اتكلم عن نهاية الخط الدرامي للشخصية، لكن كفاية ان اقول انه اتسلق. بس في النهاية فيلم شقه فيلم مناسب جدا للعيد والخروجات العيد، وارشحه لكم بقى ولا لا؟ فايوه ارشحه لكم انكم تشوفوه، بس خليك فاهم من الاول انك هتشوف شغل اكشن حلو جدا جدا بس مأفور سيك، هتشوف شخصيات مكتوبه حلو وشخصيات تانية اتكروتت واتسلقت، هتستمتع جدا باداء محمد ممدوح، وهتتضايق جدا من موسيقى الفيلم كلها. حلو التلخيص ده؟ الفيلم انتهى بتمهيد للجزء الثاني، وانا بقول لكل صناع العمل ملوش لازمه والله. لما فيلم بقالكم سنه واكتر بتعملوا فيه والكتابه طلعت متكروته بالشكل ده، هتعمل لي جزء تاني ليه؟ وفي قد ايه علشان ما تطلعوش بعيوب الجزء الاول دي؟ فنصيحتي حلوين القرشين اللي هيجوا من الفيلم ده، وكان الله بالسر عليم. اتعشت. وتقييم الفيلم شقه لمحمد ممدوح وعمرو يوسف هو 6/10، وتقدروا تعتبروه خروجه عيد لذيذه، خوف فشار كتير وانت داخل بقى تتفرج عليه، عشان هو فيلم بوب كورن زي الكتاب ما بيقول، وهو اخره كده بصراحه. لايك وسبسكرايب بقى يا شباب عشان ده فعلا بيساعد اننا نكمل، واستنوا بكره ان شاء الله مراجعه فيلم فاصل من اللحظات اللذيذه لهشام ماجد وهنا الزاهد. وبس كده، سلام.